السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش تجيبوا اكثر من 16 على 20 في الرياضيات في الامتحان الوطني اللي ما بقى ليه والو، نظرا لانها الماده اللي خلع بزاف ديال التلاميذ واللي هي اول ماده وحتى المعامل ديالها كبير بالنسبه لجميع الشعب، سواء علوم فيزيائيه، علوم رياضيه، زراعيه، اي شعبه. في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم ملخصات اللي غادي تعاونكم بزاف، سواء في المتتاليات، سواء في الدوال، او لا حتى في الاعداد العقديه. ان شاء الله غادي تستافدوا من هذه الملخصات. حاولوا انكم تكتبوهم ولا ديروا عليهم فوتوكوبي او لا تخرجوهم. اللي بغى انني نصيفطهم ليه غادي نخلي لكم الميل في صندوق الوصف، وان شاء الله حطوهم حداكم منين تكونوا كتخدموا اي امتحان وطني ولا اي تمارين قبل الامتحان الوطني. حاولوا انكم تحطوهم حداك ومره طلعوا على شي قاعده غتكونوا نسيتوها ولا نسيتوها. من بعد ملي غادي تعاودوا ترجعوا للتمارين غادي تكونوا حافظين كاع القواعد وضابطينهم. غادي نخليكم دابا مع القواعد، وبالنسبه لهذا الفيديو غادي تلقاو فيه الملخصات ديال درس المتتاليات والدرس ديال الاعداد العقديه. بالنسبه للدروس الاخرى غادي نحطوهم في فيديوهات اخرين باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا منه.
كانوا هادو هما الملخصات ديال الدروس. فقط حطيت لكم ملخصات ديال درس الاعداد العقديه وايضا الدرس ديال المتتاليات باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نخلي لكم الملخصات ديال درس الاحتمالات وايضا الدرس ديال الداله. بالتوفيق لكم كاملين، وان شاء الله دوزوا الامتحان بكل سهوله ويكون داكشي كيف ما كنتو كتخدموه في الدار، كيف ما كتخدموا الامتحانات الوطنيه ديال السنوات السابقه غادي يجيكم الامتحان ديال هذا العام ساهل، وان شاء الله تجيبوا فيه النقطه اللي بغيتو.